النهارده هنقول وصفة جميلة جدًا غنية بالبروتين ومكونات كلها موجودة في البيت، هتساعدنا على خسارة الوزن وفي نفس الوقت هتسد الشهية. هناخدها قبل الوجبة الرئيسية بربع ساعة أو قبل ما ننام، ودي هتساعدنا في حرق الدهون. دي عبارة عن كوباية من الزبادي، وإحنا عارفين الزبادي غني بالبروتين مهم جدًا لجسمنا وبيساعدنا على الهضم. بنضيف عليه معلقة صغيرة من الكمون، وإحنا عارفين الكمون بيساعد على الحرق وبيساعد على الهضم، وكمان بيمد الجسم بالحديد اللازم خلال اليوم. وبنضيف عليه كمان معلقة من القرفة، كلنا عارفين القرفة بتساعد على حرق الدهون وفي نفس الوقت بتزود معدل الحرق عندنا. وهنضيف عليها نص ليمونة، واحنا عارفين برضو ان الليمون غني بفيتامين سي وبيساعد كمان على ان هو بيزود مناعتنا وبيساعد على حرق الدهون الموجودة في جسمنا، وبيساعد على تكوين مادة الكولاجين. وبنضيف كمان معلقة من بذر الكتان، كلنا عارفين ان بذر الكتان فيها مضادات الأكسدة وغنية بالبروتين وبتساعد على علاج التهاب المفاصل، وفي نفس الوقت بقت فيها أوميجا 3 وبتخلصنا من الوزن الزايد وبتعمل على التنحيف. هنضيف هنا إضافة صغيرة اللي هي الحبهان أو الهيل، كلنا عارفين إن الهيل أو الحبهان مهم جدا لخسارة الوزن، وفي نفس الوقت هو غني بالفيتامينات وغني بالعناصر المهمة جدا لجسمنا، بيخلصنا من السموم، بيعمل على صحة الجهاز المناعي ومضر للبول، ودي الحاجة المهمة جدا لأنه بيخلصنا من المية الزايدة الموجودة في جسمنا، في مضادات أكسدة، وكمان بيخلصنا من الدهون اللي موجودة على الكبد، وبيساعد على إن هو بيساعد من التخلص من رائحة الفم الكريهة، وكمان منع التسوس والتهاب اللثة، وكمان بيساعد على سد الشهية. وهنا إن أنا بجيب 2 من الحبهان ببدأ إن أنا أفضيهم من القشرة بتاعتهم وأضيفهم على الزبادي، أو بستخدم ربع معلقة من الهيل المطحون أو الحبهان المطحون. ولو عايز أزود القيمة الغذائية ممكن في الحالة دي إن أنا أضيف معلقة من بذور الشيا بدل بذور الكتان لو موجودة عندي. لو مش موجودة عندي خالص نستغنى عنها ونستخدم بس بذور الكتان. ولكن بذور الشيا احنا عارفينها غنية بالألياف، فيها مضادات الأكسدة، فيها نسبة من البروتين والكالسيوم تكفينا خلال اليوم. وفي نفس الوقت الألياف اللي موجودة فيها بتحسسنا بالشبع لفترة طويلة. يا رب وصفاتي دايما تكون عند حسن ظنكم وتجربوها، وإن شاء الله اللي يجرب الوصفة دي ويلاقي نتيجة حلوة يا ريت يكتب لي في الكومنت تحت زي ما بتكتبوا لي على الوصفات السابقة اللي جابت نتيجة فعلا جميلة معاكم. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، الفيديو القادم. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.